طبعا كلنا عرفنا الفترة اللي فاتت ان تم تغيير قانون الاجراءات الجنائية المصري واستبداله بقانون الاجراءات الجنائية الجديد، وده بعد ما تم اقراره والتصديق عليه من السيد رئيس الجمهورية. طيب ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيتم؟ اللي هيتم ان قانون الاجراءات الجنائية الجديد لن يتم العمل به الا بعد عام كامل من تاريخ التصديق عليه، وده علشان خاطر يتم منح السادة القضاة والسادة وكلاء النيابة والسادة المحامين والسادة مأمور الضبط القضائي المهلة الكافية للتعرف على القانون ده ودراسته، ويعرفوا ايه الإجراءات الجديدة اللي هيتم استبدالها بعد تغيير القانون القديم. طيب خلينا دلوقتي في أول نقطة تهم المجتمع ككل. بداية من 1/10/2026 هيتم ربط الأرقام القومية الخاصة بالمواطنين بسيستم المحاكم والنيابات والاتصالات. يعني لو عندك أي قضية أو أي إشكالية قضائية، سواء كانت جنحة أو جناية أو حتى أسرة أو مدني واخد فيها حكم، هيتم إرسال رسالة نصية عن طريق التليفون فيها الموقف القانوني الخاص بيك علشان تحل المشكلة دي. ولو ما حلتهاش مش هتقدر ان انت تطلع بطاقة رقم قومي او تطلع بدل فائد او تطلع بطاقة تموين او موقف من التجنيد، ولا هتقدر ان انت تتعامل في اي جهة حكومية او تخلص اي اوراق حكومية. لذلك لو عندك اي اشكالية قضائية او مشكلة حلها من دلوقتي، اتصل بالمحامي الخاص بيك وخليه يخلص الموقف بتاعك، علشان خاطر من 1/10/2026 الدنيا هتتغير تغيير كامل. وعلشان خاطر ما يبقاش عندك حاجة مهمة وعايز تخلصها والموقف القضائي أو الإشكالية القضائية دي تعطلها لك، بادر من دلوقتي وخلص موقفك القانوني. وشكرا.